في يوم 26 فبراير 2001 بتحصل حاجة عادية جدا وممكن يكون مفيش حد لاحظها. بيعتزل لاعب ماينز الألماني يورجن كلوب لعبة كرة القدم. أصلا نقدر نقول إن ده خبر عادي جدا ملوش أي 30 لازمة. لاعب مغمور بيلعب في الدوري الدرجة الثانية الألماني اعتزل. أيوة، فين الحدث يعني في القصة دي كلها؟ لكن الغريب إن في 27 فبراير 2001 يعني بعدها بيوم واحد بس بيعلن نادي ماينز الألماني تعيين يورجن كلوب مدرب للفريق. امبارح كنت اللعيب بتاعنا والنهارده انت المدرب بتاعنا. الاداره قالت لك ما هي كده كده مش فارقه، الفريق في المركز ال 14 ده غير كميه المدربين اللي غيرتها الاداره الموسم ده، فاكيد مش هنقع اكتر ما احنا واقعين. والغريب بقى ان كلوب بيقدر في ال7 ماتشات متبقيين في الموسم ان هو يكسب 6 منهم علشان يلحقهم من الهبوط اكتر ما هم اصلا هابطين، علشان تيجي بعد كده اداره نادي ماينز وتقرر تمديد عقد يورجن كلوب لسنه كمان. ايه بقى اللي حصل مع كلوب وازاي قدر يورجن كلوب ان هو يوصل نسخة المدرب اللي موجودة دلوقتي؟ ازاي بعدها قدر كلوب ان هو يحقق الدوري مع دورتموند ومع ليفربول رغم ان هو فشل في مواسم كتير جدا كانت كافية ان هي تقضي عليه وعلى مسيرته؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النورمال 1. فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. بداية يورجن كلوب مع ماينز كانت فرصة كبيرة جدا للمدرب. انت هتدرب فريق مغمور صغير بيلعب في الدرجة الثانية ما عندوش طموح اصلا. غير كده جماهير ماينز هي كمان ما عندهاش طموح، الجماهير دي عمرها ما شافت البوندز ليجا ولا وصلت له. فانت موجود في مكان هتدرب فيه وهتتعلم، مفيش اي حد بيطلب منك اي حاجة خارجة عن ارادتك. والله اتأهلنا للبوندز ليجا حلوة وما تأهلناش احنا كده كده عمرنا ما تأهلنا. فدي بتكون فرصة حلوة جدا ليورجن كلوب ان هو يجرب ويتعلم في فريق زي ماينز. بيبدأ يورجن كلوب مع الفريق وبيزرع فيهم افكاره الكرويه المعروفه بالضغط العالي المجنون، وانك تقدر تعوض اي فروق فنيه بينك وبين الخصم لو قدرت ان انت تبذل مجهود اكبر وتدوس على نفسك زياده جوه الملعب. ومع بدايه موسم 2001 2002 بيقدم ماينز عروض قويه جدا في الملعب لدرجه ان الجماهير واللعيبه ما كانوش مصدقين اللي هم بيعملوه في الملعب. ولكن مع مرور الوقت بتبدا الجماهير واللعيبه ان هي تستعد لفكره ان ماينز ممكن يوصل للبوندز ليجا، ويبدا كلوب يزرع جواهم الامل انهم ممكن يحققوا النصر العظيم ويوصلوا للبوندز ليجا. علشان يوصل ماينز لاخر ماتش في دوري الدرجه الثانيه الالماني ويكون محتاج للتعادل بس عشان يوصل للبوندز ليجا. وفعلا ده اللي بيحصل لان ماينز بيكون متعادل في اخر ماتش ليه ضد يونيون برلين، ولكن قبل نهايه الماتش ب8 دقائق بيجيب يونيون برلين هدف الفوز، علشان مع النهايه بيفشل ماينز للصعود للبوندز ليجا. بيكون ده اول فشل ليورجن كلوب في رحلته كمدرب، كان خلاص فاضل له تكه وهيوصل. ولكن كلوب بيرجع يلاقي دعم كبير جدا من الجماهير، دعم ما كانش طبيعي في الوقت ده. الجماهير كانت حاسه باللي المدرب عمله مع الفريق. كلنا وراك يا عم كلوب. بيرجع كلوب في موسم 2002 2003 ويجدد الامل للجماهير وللعيبه. احنا الموسم ده هنحاول تاني وهيبقى عندنا القدره ان احنا نوصل للبوندز ليجا. فعلا بيوصل ماينز لاخر يوم في الدوري وبيكون متاهل للبوندز ليجا، ولكن بشرط ان الفريق اللي بينافسه على الصعود فرانكفورت ما يكسبش باكتر من هدفين. وده فعلا بيحصل لان في اخر 3 دقايق فرانكفورت بيكون كسبان 4-3، ولكن مع نهايه الماتش فرانكفورت بيخلص الماتش ب6-3، فبيقدر فرانكفورت يجيب اكتر من فارق هدفين ويتاهل للبوندز ليجا. ويفشل للمره الثانيه يورجن كلوب بعد ما كان خلاص رجل بره ورجل جوه. مش مهم، يلا هنحاول تاني السنه اللي جايه. طبعا المره دي بيكون الخبطه اصعب واصعب على يورجن كلوب واللعيبه والجماهير، اصل دي مش اول مره، دي تاني مره يكونوا خلاص على اعتاب الوصول ويخسروا ويخرجوا. فبيجي يورجن كلوب في الموسم اللي بعده ويدي امل تاني للعيبه وللجماهير ان هم ممكن يوصلوا. ولكن الصدمه المره دي بتكون صعبه واللعيبه بتأدي اداء وحش جدا في الملعب، لدرجه ان ماينز في الموسم ده بيتعادل في 15 ماتش وبيقدر الموسم كله ان هو ما يحصلش غير 54 نقطه. ولكن المفاجاه بتحصل ان ماينز بال 54 نقطه بيتاهل للبوندز ليجا. يعني في الموسمين اللي عدوا فيهم ال 60 نقطه ما تاهلوش، والموسم بتاع ال 54 بيتاهل. ايوه زي ما بقول لك كده، الفريق بعد موسم كبير فاشل بيتاهل للبوندز ليجا. طبعا في اللحظه دي بيتحقق امل يورجن كلوب ولاعيبه ماينز وجماهير ماينز وانهم لاول مره في تاريخهم هيلعبوا في البوندز ليجا مع الكبار. بيلعب كلوب مع ماينز في البوندز ليجا 3 مواسم، وبيقدر كلوب ان هو يكمل بنفس فكره التكتيكي الضغط العالي المجنون. وطبعا الطريقه دي بتخلي الناس كلها تركز مع كلوب لان هو كان بيلعب كوره مختلفه عنهم، وبيقدر ان هو يخلص موسمين من ال3 مواسم في المركز ال11. ولكن بيجي في الموسم الثالث ويخلص في المركز ال16
2016 ويهبط تاني. وطبعا بيجي يورجن كلوب يقول لهم انا مش هسيبكم، هنحاول تاني ونصعد تاني للبوندسليجا. فبيستمر يورجن كلوب مع الفريق على امل ان هو ممكن يكسب بيهم ويصعد بيهم تاني، ولكن المره دي يورجن كلوب بيفشل، ما بيقدرش ان هو يصعد بالفريق ده مره تانيه للبوندسليجا. بتكون دي المره الاخيره اللي بيكون فيها كلوب مدرب لفريق ماينز، لان بعدها كلوب بيقرر ان الرحله دي خلصت ولازم يبدا رحله جديده في مكان جديد. في نفس الوقت اللي كان فيه ماينز بيحاول يوصل للبوندسليجا، كان في فريق تاني من كبار المانيا بيحاول يعيد امجاد الماضي، وبرضه الفريق ده بيفشل كل مره. الفريق المعروف باسم بروسيا دورتموند، نادي من انديه الدوري الالماني اللي قدر في يوم من الايام ان هو يكسب التشامبيونز ليج، ولكن بيجي في موسم 2007 2008 ويخلص الدوري في المركز ال 13. فالفريق يعني متداس على وشه قوي، غير ان النادي اصلا كان مفلس ومتداين لبايرن ميونخ. ففكره انك تجيب بطولات او تتعاقد مع لعيبه او تجيب مدرب ليه اسمه صعبه ومستحيل. النادي ما فيهوش فلوس حتى يجيبوا بيها لعيبه تعبانه، مش يجيبوا بيها لعيبه على مستوى النادي حرفيا مضروب بالنار. علشان يتعاقد دورتموند مع كلوب في 2008 ويبدا كلوب رحلته الجديده مع بروسيا دورتموند. مع بدايه تسريب اخبار تعاقد بروسيا دورتموند مع يورجن كلوب، ما بتكونش ردود الافعال من الجماهير ايجابيه. يعني احنا فريق كبير ولينا تاريخ كبير جدا، ولكن حاليا متعثرين جدا، فانتوا لما تحبوا تقوموا الفريق تجيبوا مدرب فاشل من الدرجه الثانيه، اكيد مش ده المدرب يعني اللي هيرجع امجاد دورتموند. لكن طريقه تعامل كلوب مع الجماهير ومع اللعيبه وحتى مع موظفي النادي خلى الناس كلها بتحب الراجل ده. كان بيهتم بكل الناس، بيهتم بادق التفاصيل. وكمان التحفيز اللي كان بيعمله كلوب للاعيبته كان بيخليهم يقدروا يطلعوا 150% من مجهودهم جوه الملعب. كان قادر ان هو يلعب بلعيبه مش الاقوى في مراكزها ولا الاحسن في العالم، ومع ذلك بشويه تحفيز واهتمام يطلع منهم احسن من احسن لعيبه العالم. وفعلا كلوب بيقدر ان هو يجيب بيهم الدوري الالماني من بق بايرن ميونخ في موسم 2010 2011، وما ادراك انك تاخد دوري الماني من بايرن ميونخ. وكمان بيجي في الموسم اللي بعده 2011 2012 ويحافظ على الدوري، علشان يقدر الفريق المتداين والمفلس ان هو يجيب 2 دوري ورا بعض. واللي احلى من كده ان دورتموند في 2012 بيكسب كمان كاس المانيا بعد ما قدر ان هو يكسب بايرن ميونخ 5-2 في النهائي. انت متخيل ان دورتموند بيكسب البايرن اللي هيروح يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا؟ كل ده كان بسبب الامل والايمان اللي بيزرعه يورجن كلوب جوه لعيبته. وبيقدر ان هو يطلع نسخه قويه من لعيبه زي ماريو جوتزي وماركو رويس وليفاندوفسكي. وطبعا بعد التالق ده الطموح كله بيروح ناحيه دوري ابطال اوروبا، وفعلا بيقدر دورتموند في 2013 ان هو يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونخ. وبيفضل الماتش تعادل ما بين الفريقين، ولكن في الدقيقه 90 بيجي البايرن ويجيب الهدف الثاني ويفوز بالماتش وباللقاء. يرجع الفشل تاني كعادته ليورجن كلوب، يعني المدرب بشويه لعيبه مش معروفين كل اللي قدر يعمله ان هو يزرع فيهم الامل والطموح، كانوا خلاص على بعد خطوه من هم يكسبوا دوري ابطال اوروبا، في الاخر خسروه. عايزك تحط نفسك مكان يورجن كلوب، انت في الظروف دي كلها وخلاص فاضل لك تك على النجاح وبتخسر كل ده في الاخر، ولكن كلوب بيرجع وبيلاقي دعم كبير جدا من جماهير بروسيا دورتموند. كم هي قاسيه كره القدم، يلا عشان يتعود على اللي هيحصل له قدام، لسه اللي هيحصل له كتير ومش طبيعي. ولكن ايه بقى اللي هيحصل لكلوب بالظبط، ده اللي هنعرفه في الحكايه اللي جايه. لكن طبعا الاهم انك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، واشوفكم في الجزء الثاني من حكايه النورمال 1. سلام.